السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في عفريت البرفانات مع وليد أنور. يا هلا. النهارده البرفيوم اللي معانا النهارده هو مائي مالح طبيعي. برفيوم محافظ على رونقه وعلى شياكته وعلى صدارته من سنة 1996، يعني حوالي 3 عقود، داخل على 30 سنة. برفيوم كلاسيكي أروماتيك، بيجسد روح الطبيعة والماء. الرذاذ بتاعه أول ما ترشه حتى وأنت في عز الشتاء تحس إن أنت في البحر، على الشاطئ في الصيف. في الماكس عندنا في اسكندرية، طبعا أقوى ريحة بحر ودان عندنا في منطقة الماكس. البرفان ده يعني أول برفان شيك عرفته في حياتي. طبعا عرفنا كتير بس من مدة كان أول برفان فعلا يلفت نظري. هو فريش ومنعش طبعا. من دار عطور جورجيو أرماني. صدر زي ما قلنا عام 96. البرفيوم ده هو رجالي، هو اكوا دي جيو. البرفيوم ده المقدمه بتاعته هو عباره عن الزيزافون. الزيزافون ده حاجه من الحمضيات، من الموالح، شبه الليمون والبرتقال والحاجات دي كلها. وعندنا برضو معاه الليمون والبرجموت والياسمين والبرتقال والمندرين اللي هو اليوسفي. القلب بتاعه او الوسطي بتاعه عباره عن نسيم البحر، اكليل الجبل. اكليل الجبل اللي هو الروزماري. اكليل الجبل اللي هو الروزماري. آه، خوخ، فريزيا، بخور مريم او زهرة بخور مريم، وبنفسج، كزبرة برضو، ومعانا جوز الطيب، ومعانا ورد. الوسط بتاعه جامد وكتير. القاعدة بتاعته والثبات بتاعه اللي بيدوم معانا مسك ابيض، تحلب البلوط او السنديان، ومعانا باتشولي وعنبر. آه، الثبات بتاع البرفيوم الاكوا دي جيو ثبات قوي جدا، والفوحان متوسط. متوسط دي مش حاجه عيب، ده جميل. هو ما بيديش انتشار جامد قوي، دي حاجه شيك مش حاجه يعني تعيبه او حاجه كده. طبعا قلنا ان البرفيوم ده اللي اخترعه او اللي الفه جورجيو ارماني بنفسه اثناء ما كان قاعد في مصيف، وحب يجيب كل حاجه تحسسك بالمصيف في البرفيوم ده. كده نهاية الجزء الأول من الفيديو. وما تنساش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو ينفع، واستنى في الجزء الثاني 5 وراجع. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في عفوة البرفانات مع وليد أنور. الجزء الثاني من الفيديو بنتكلم فيه عن أهم شركات الزيوت العطرية اللي بتنزل المنتج بتاعنا النهارده، هو الأكوا دي جيو. ومعانا النهارده المنتج ده. طبعا تقوم جاي عامل كده زي ما بقول لك، اعمل كده ايدك على عينك وانت غايبا كده ومغمى عينيك. شركة لوزي وبس. وبس. احسن شركه بتنزله في الزيوت العطريه هي شركه لوزي. ثبات واتجاه سليم. طبعا بنحاول في البرفيوم ده نحاول نعلي على قد ما نقدر التركيز اللي هو 34%، او في ال 50 يعني في ال 100 مللي 34 جرام، وفي ال 50 مللي 17 جرام، مع الاضافات بتاعتنا للكحول الايثيلي والمذيبات والمثبتات بتاعتنا، وعلى بركه الله. دردشه النهارده مع التاجر. طبعا احب اقول لك ان انا مره قلت لك مفيش حاجه اسمها فصال، فعلا مفيش حاجه اسمها فصال. لكن في عندنا من اساليب التجاره في الاسلام، وكان بيتبعها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، اللي هي لا تزدري ربحا. يعني ما تستقلش اي ربح، ما تبخسوش. انت بقى تقول لي طب انت قلت عمالين بقى فيش فصال، ايوه، بس ممكن بقى ايه، واحد جه مثلا ياخد، انت مثلا بتبيع مثلا ب 10 جنيه، فيها مكسب مثلا 2 جنيه ونص او 2 جنيه. جه واحد ياخد منك مثلا 5 ازايز 10 ازايز، مسافر عنده اي مناسبه هو واولاده، فبيقول لك مثلا طب انا هاخدها بيبيع، ممكن يكون بيبيع وبيكسب فيها، هاخدها منك ب8 ونص او ب9، هتقول اخد بس جنيه واحد بس في الازازه او نص جنيه بس. طالما في الكميه تعمل معاك مبلغ حلو، ما تزدادش الربح. حتى من باب ايه، ان الحركه بركه. قلب الشغل كده ربنا ييسر الامور. دي من اساليب التجاره في الاسلام، واساليب صحيحه مش وحشه. طبعا كده بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. بشكركم حسن استماعكم، والى ان نلتقي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وما تنساش الاشتراك في القناه واللايك والشير لو امكن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.